باش ناخذ الفلوس من الشبكات. صيفطهم ليا راجلي من هنا برا. راجلي خدام في لندن، تيصيفط ليا كل شهر 2 مرات، كل مره باش جيت باش ناخذ الفلوس. وقالت لي السيده اللي خدامه هنايا، قالت لي راه ربحتي الربحه ديال راس السوق. في الاول ما تيقتش، من بعد فاش عطاتني الروسي تيقت بلي راه كاينه الربحه ديال راس السوق. فرحانه حتى ربحت الربحه ديال راس السوق. بالنسبه للسيده سكينه، كتجي عندنا كل شهر كي ديما كتخرج الفلوس اللي كيصيفطهم لها راجلها بالديار البريطانيه. هاد المره كتجي كتخرج حتى كنتفاجئوا انها ربحت واحد الربحه اللي كاينه دايرها الشعبي كاش اللي هي راس السوق. انا صراحه تفاجات حيت كانت اول وحده كتربح هاد راس السوق هاد المره، اول زبونه، وتا هي تفاجات، ولكن ما تيقاتش حتى تلقات الاتصال بالسياج ديالنا قالوا لها بلا ربحتي راس السوق، هنيئا لك. مسابقة راس السوق هي واحد المسابقة اللي غتدخل الفرحة على 1000 زبون لدى وكالات الشعبي كاش حتى أنحاء المغرب. يكفي انهم يصيفطوا ويستقبلوا الفلوس لعندنا، وبيان سور غتكون تطلع عندهم الربحة في الروسي. المسابقة راه بدات في الاثنين اللي داز، والمسابقة مازال مستمرة ان شاء الله باش ندخلوا الفرحة على 1000 زبون لدى وكالات الشعبي كاش.